ورجعنا لكم مرة أخرى وحديثنا الليلة في ما يدوم حال مازال متواصل. الليلة قاعدين نحكيو على الحرقة، على شبابنا اللي مهمش، اللي حاول يلقى حياته في البلدان الأوروبية، فيهم اللي لقى طريقه، فيهم اللي رجع وقاعد يحاول مرة أخرى وأكثر من مرة باش يعاود يرجع، وفيهم اللي اليوم مفقود وأمه ما تعرف عليه حتى خبر. توا باش نشوفوا حكاية أقوى، حكاية امرأة حاولت أكثر من مرة الهجرة، حاولت أكثر من مرة الحرقة. نخليكم تكتشفوا الحكاية معاها هي. عسلامة ومرحبا. وبيك عايشة. باش نزيدوا نعرفوا حكايتك أكثر، نشوفوا التقرير ونرجعوا. شبثت بالحلقة على خاطر الظروف، ظروفنا صعيبة ياسر. أمي مريضة برشا مرضات، سكر ودم وقلب وغصة وأعصاب، ومطلقة هي وبابا. من صغرتي وأنا نخدم، ما لقيتش حتى حل. نحب نداوي يمي، نحب نعيش ولدي لاباس عليه، الله غالب. حبيت نوصل لحاجة ما نجمتش وقتها. الخوف والفقر والظروف الاجتماعية الصعيبة خلوا ليلى تهرب من دار راجلها وتحرق لفرنسا. ثلاث سنين دون حتى وثيقة قانونية هي الفترة الصعيبة اللي عاشتها ليلى في فرنسا، وين تلذت تغير شكلها وتخدم في بعض المهن الشاقة باش تنجم تعيش. 3 سنين ما نخرجش من الدار، 3 سنين سون بابي، ما عادش نجم. ديما واحد في الدار، ديما خايف من الحاكم، ديما خايفة من الحاكم، صاي يزيني عيب. قصيت شعري، عملت بونداج على صدري، لبست سيرفاتمون على أساس راجل، خدمت المرمى، خدمت الدهن. بعد ما اكتشفت السلطات الفرنسية انتحال ليلى لشخصية أخرى، قررت ترجعها بصفة نهائية لتونس. روحت لهنا ما لقيتش باش نعيش، باش نوري وجهي للدار، ما عندي باش نوري وجهي للدار. رجعت كالعاده والعوايد، نخدم في المرمى كالعاده، البونداج كالعاده، شعري مقصوص، نمشي بهويه خويا على اساس خويا. تجربه قاسيه عاشتها ليلى مع الحرقه خليتها تبدل نظرتها للمستقبل. يزيني تعبت، نحب نخدم، نحب نقعد لهنا العمر اللي تبقى لولادي، يزيني فيها البركة. صحيح عشت وصحيح حرقت وصحيح جاتني تجربة، أما ما عادش نحب نعاودها، وديما نقول راهو ما يدوم حال. ما يدوم حال. الظروف كانت قاسية برشا ياسر. احكي لي شنو اللي لز امرأة في ول شبابها، في ول عمرها، تخلي الدنيا الكل، تخلي البلا في البلا وتحرق؟ أول حاجة الفقر، ثاني حاجة كي تشوفي يومك تخدم عليك من الصغرى، البوم طلق الأم هي اللي باني. أمي تعبت في جرتنا ياسر، زدت حتى كي خذيت قلت حندولة خليني نرد حتى دارنا شوي شاي. كنت متزوجة أنت؟ كنت معرسة ها؟ وانفصلت على راجلك؟ هربت، مانيش انفصلت. هربت منه؟ عليه؟ حاب يهزني ليبيا الجهاد. كي سمعت الحكاية ذي شنو كانت ردة فعلك؟ ما دخلتش راسي الجملة، استوعبت هي الجملة. تصدمت وهربت من الدار؟ حبيت نطلق، حتى طلق قالك ما تنجميش تطلقي، تدخل المحكمة نحرق المحكمة. هدك معناه؟ تهديد. اي كمل. خليت ولدي عند امي وهربت. عندك وليد وقتها؟ قد عمره؟ تو عمره 3 سنين. وكي مشيت خرجت من الدار 7 شهور. عند شكون قعد له الوليد؟ عند امي. اي كملي الحكايه. خرجت كلمت ولاد خوالي وبنات عماتي، نلقاهم برمجيين في حلقه في صفاقس من سيدي منصور. مشيت معاهم. اي وصلتوا لاباس؟ وصلنا لاباس، ماتوا منا 10. شقة في 445.
445 عبد في الشقف وهو قداش يهز؟ 122. وكيفاش توفيوا العشرة هذه؟ تاعهم منهم ما ثم شكون اللي يلوح خوه. معاك نساء اخرين كانوا موجودين؟ نساء وحبالة وصغار، واللي بولده واللي ببنته، والشايب والكبير والصغير. حكيتوا مع بعضكم شنو هو اللي لزم الناس هذه الكل الفقر هاربين من الفقر؟ معظمها ثم فقر، وثم اللي غلط غلطة يحب يصلح. مش كان الفقر، ثم زاد اللي غلط غلطة ويحب يصلح. كيف شنو هو الغلطة؟ ما فهمتكش. ما نعرفش، كل واحد كيفاش. كل واحد كيفاش. كل واحد والظروف اللي لزته. وصلتوا لغاديك شنو عملت؟ كيف عشت؟ كيف تصرفت؟ حبوا عشنا، مشينا للفوايي، قعدنا 15 يوم. 15 يوم هذوك اللي قعدنا فيهم في الفوايي على اساس كل مره يجيو يقولوا 10 من الناس نهزوهم، ولا 15 من الناس باش يعملوا الاوراق، سيبوا لهم الاوراق نتاعك شهرين 3 شهور. شكون هم هذم اللي وعدوكم بالكلام هذا؟ نتاع الفوايي نتاع الايطالي، على اساس يسيبوا في الاوراق نتاع 3 شهور شهرين وتمشي تجدد. وهما كل 10 يهزوهم يرحلوا كل واحد وبلاده يروحوا به. ثم شكون اللي يروح لتونس لهنا وكلم شكون غاديك، قالوا راهو يرحلوا فينا يهزوا فينا، معناتها اللي تونس يروحوا به واللي كل بلاصه يرجعوا لبلاصتو. هربنا نحن من الفوايي. كملت وصلت لفرنسا، عندي دار قاربي غاديك مشيت لهم غادي، عشت بحذاهم. كاين واحد كاين وكلب. عليك كانوا يعاملوا فيك بالخايف؟ كاين وكلب. لطف عليك حاشيك. معناتها خروج من الدار لا، باش تعرفي ناس لا، باش تحط لك حتى مجله نتاع فرنسي باش تعرفي اللغه في فرنسي باش تعلمي شويه لا. كل حاجه تعمليها لا، تخاف من لاباك، تخاف من الحاكم. خروج لبرا لا. فديت 3 سنين كاملين، اخر 3 سنين خرجت، هربت من الدار، عشت في الشارع. قداش قعدت عايشه في الشارع؟ شهرين. وين ترقد وين تاكل؟ في الشارع في الجبل. الإيطالي يعطيك السم، الإيطالي يعطيك السم والماكلة لا. يعطيك السم. المخدرات معناها. اي. ماكلة لا. تلزيت نمشي للناس، ثم عرب في بلاصة اسمها نيس. نمشي لهم نشكي لهم بحالتي، صحيح تدخلك تخدمي عندها، اما ما تفوتي لهاش ساعة ساعة ونص تخاف زاد هي الحاك، تولي خطية وتولي حكايات. بعد ما عادش نجم. قداش قعدت على الحالة هذيك؟ شهرين كاملين. شهرين كاملين. بعدها تعرفت على ناس، باش نكذب عليك اولاد يخدموا في المرمى، يخدموا في الدهن غاديكا. بشوي بشوي حبيت نتعلم هالصنعة، ما عنديش مني باش ناكل، حتى قدمة خبز ما تلقيهاش. راه يكذب عليك اللي يقول قلت نلقى اي خدمة ونعمل على روحي. نلقى اي خدمة نعمل على روحي. علاش تنكرت وخبيت هيئتك فماش حتى خدمة تخدمها غادي. راه فماش. قلت لك وصلت دخلت لدار ناس نخدم ننظف ونمسح ونخرج كساعة ساعتين وتبدا خايف على روح، على خطية، على أي حكاية، على الحاكم، على القوادة. كمل. فكرت باش نولي راجل كيف الرجال الكل. صحيح تعبت الشهر الأولاني في الخدمة، ما نعرفش. تصوري أنت طفلة تخدم في المرمى وتخدم في الدهن، ما نعرفش منها الجملة الصنعة اللي وليت نعرف كل شيء أنا تو. ومن بعد شنو صار معك؟ بعد صارت علاقة، سمعت اللي ثم معناتها كي معناتها باش انت وواحد حارقين، كي يجي بيبي معناتها تورقي انت والبيبي نجم تاخذ اوراق. وبعد الاوراق تجي للراجل بعد ما يعملوا الاديان وكل شيء. سمعت بيا قريبتي هذايا اللي انا تفهمت انت والشخص هذا باش تعملوا سيناريو هذا باش تاخذوا الاوراق على اساس الصغير هذا على اوراق. شلقت بيا قريبتي هذه اللي كنت نسكن عندها. صارت مناوشه انا وياه في الدار. شلقت بيا وقتها انت حبله ولا مازلتوا تحكيوا في الحكايه؟ لا من بعدها، بعد ما حبلت
معناتها حكينا الحكايه وصارت الحكايه صاي امورها واضحه وحبلت. معناها انت الانسان هذا ما تحبوش ما على اساس اوراق. حبيتوا تعملوا سيناريو باش تحصلوا الاوراق. هذاك هو. باهي. تعاركت انا وياه في الدار، هو مشى على روحه، سمعت الحديث هي الكل سمعته على خاطرها هي مروكيه، عندها جنسيه فرنساويه وجنسيه مروكيه. شويه حزن وشويه بغض وشويه تحب فافوري علينا نحن كي تجي لهنا تبدا بكرهبتها وفلوسها، معناتها تشيك عليك حتى كي تمد لك 10 يورو ولا 20 يورو هي عامله مزيه عليك. هاي ايش صار؟ ايش عملت معاكم؟ مشيت اليوم تنغدويكا مشيت تضحك تلعب لاباس عليها ليلتها. اليوم تنغدويكا مشيت الجامع في نيس ندهم فيه، طالعه فوق صرافه شافتني بالضبط كيفاش قاعده غاديكا. انت خذيت وظيفه جامعه خذيت وظيفه في جامع في نيس نخدم فيه. هاي مشيت للحاكم سلطات نتاع فرنسا، مرعني اللي هما اللوطا عيطوا لي هبط شو اسمك؟ عطيت اسمي الصحيح، جنسيتي تونسيه. مشيت للإيقاف. عرفوا وقتها اللي انت مراه؟ عرفوا لي لا مشيت للإيقاف، جابوا لي مرجده تونسيه. كي قالوا لك اوراق اش قلت لهم؟ شو عطيتهم؟ قلت لهم سون بابي هزون. واضح. قلت لهم سون بابي هزون معاهم. هاي جابوا لي غاديكا مرجده تونسيه على خاطر ما نعرفش نحكي فرنسي ياسر. حكيت معايا قلت لها ما نجمش، قالت لي باش يروحوا بي، قلت لها ما نجمش نروح. انا حبيت نصلح، حبيت نبني حياتي، حبيت نكون مستقبل لك الطفل اللي خليته، لامي اللي تعبت علينا هربت هروب، باش نزيد نعاود نرجع لهم غلطه. حبيت نصلح غلطه اخي، صلحت غلطه بغلطه اخرى. قلت لها ما نجمش انا نرجع صي اونسان في شهرين ما عادش اعمل معايا حل. قالت لي بنتي كان جيتي معناتها في 8 شهور ولا 9 شهور نعمل معاك اقصى الحدود. قالت لي في شهرين ما عندي ما نعمل. كلموا لي عملوا علموا السلطات التونسيه لهنا ورجعوني في البطو نتاع غريمالدي. رجعت في البطو وزدت عاودت هربت لهم في البطو. كيفاش هربت في البطو؟ هربت من البطو، بيت ايقاف موقفين فيها، جاب لي العشاء ويديب المينوت، نحالي المينوت وقاعده نتعشى، وعلى اساس نعرفش واحد عيط له ولا تليفون يرجعوا ما نعرفش. فك الفضوه هذيك هربت، مشيت للموتورات تاع نتاع البطو ورقدت غاديك. جا غريمالدي متخبي غاديك. انا كي هربت من جنوب، معناتها من الحد نتاع الجنوب، وصلت لهنا البطو فرغ سلعه فرغ عباد وزاد عاود عبى وعيطوا بالاسم نتاعي ما لقونيش. قعدوا يلوجوا عليا عيطوا ومن بعد زاد عاود ديمار البطو في الاقليم تاع تونس عاود تخرج دخت. هذا الكل وانت معديته في الموتورات نتاع البطو، وانت حبله وانسان في الشهرين. في الانسان في الشهرين معناها بريسك ليله وشطر هكاك. دخت فزيت، لا ماكله لا شراب، ريحه ليسانس اكيد غاديك هي اللي اكثر حاجه دوختني. حوايجي تمرمدت في كلها بالزفت، حالتي حليله. خرجت على اساس باش نمشي نشرب شربه ماء ونزيد نعاود نرجع للبلاصه هذيك حتى نعاود يوصل البطو لفرنسا باش ما نرجعش لتونس. هذا الكل عملته وضحيت بحياتك باش ما ترجعش لتونس. ومن بعد وقت اللي خرجت باش نجيب دبوزه ماء باش نشرب شدوني، شديت زاد عاود ورجعوا بيا لفرنسا. توقفت غاديك ومن بعد كلموا السلطات التونسيه على اساس باش يطلعوا لي في بطو اخر. في الايقاف حركت لهم جرايه وكليت الدواء باش ما نروحش. حاولت تنتحر؟ حاولت ننتحر. المهم ما ترجعش هنا في تونس فيها رحمه شويه، راه غاديك فماش رحمه. هنا في تونس كان جيتي عملتي عمليه انتحار الناس كلها تلات بيك. غاديك زادوا هازوني للسبيطار عملوا لي زريقه كاينه نتاع بهايم في راسي. لطف علينا. بازت عاودت رجعت. خوفك من انك ترجع لتونس من الفقر من الميزيريا من المشاكل من حكايه ضايح وما حبيتش نغلط. نعرف كل عبد يغلط وخطاي اما ما نحبش نغلط. الله غالب. الدنيا لزتك. الله غالب.
حبيت نصلح حكاية أخي دارت لي غلطة وكا. ان شاء الله كل شيء تو يتصلح. إن شاء الله. من بعد كملي شنو اللي صار. كا كلمة السلطات التونسية بعثت لي طيارة، روحت في الطيارة كأني رهيب مينوت في التاي من تالي وكاغول وزود شادين عليا كلاشينكوف على إرهابي أنا. انت شديت صحيح زدت رفضت انك تروح؟ اي رفضت. البط الثاني رفضته، قلت لك حركت جراي وشربت الدواء. قلت لهم ما نروحش نموت لهنا، قلت لوني لهنا نروح في صندوق ولا نروح بفضيحتي. باش نروح باش نشوف امي باش نفرح. دارنا محرم عليا تو كارو احمر. ولدي ما شفتوش تو عندي تو 3 سنين وقداش من شهر تو انا هنا 7 شهور ولا 8 شهور. بابا ما ريتوش، خويا ما ريتوش، اختي ما ريتهاش. جايه فرحانه لتونس. وجيت لهنا وعاودت شنو عاود؟ عاودت نحرق من بورت حلق الواد. ما هنا بعد ما وصلت بالطياره والكلاشينكوف اللي في راسك والكل. روحت لهنا شكون باش يمدك الماكله؟ كالعاده خدمت المرمى وخدمت الظهر على اساس راجل بهوية خوي. في الصباح نخدم الدهن والمرمى وفي الليل نشد البورت تاع حلق الواد على الكوادر باش نطلع في كادره بتاع سلع. وتشديت والكلهم يعرفوني وتشديت وكليت الضرب وعديت بوشوش وخرجت وزدنا كي روحت مرة كي تشديت مرة واثنين وثلاثة هزوك البوشوشة. كل ما تتشدي إذا كانت يفيقوا بيك في الكادر يرحلوك البوشوشة تقعدي. كيفاش كانوا يعاملوك؟ كنت احكي لي. على سيستم هما ما يعرفوش الحق، ما يعرفوش اللي أنا بنية. على خاطر كي باش يضربك ماهوش باش يقول لك اعطيني بطاقة تعريف ولا حاجة، يشدك في الكادر راهو يضرب سلعة نتاع الناس. باش يجي هو يلقاها مفرتة، باش يلقاها هو داخلة بعضها، الديوانة تضربك، حاكم يضرب. بعد كي يعرفوني طفلة ما عادش يكلموني. سألوك فما شكون حكى معاك؟ جابوا لك مرشدين؟ ممكن حد تحاور معاك قال لك علاش الإصرار الشديد هذايا باش تخرج من البلاد؟ سألني رئيس المنطقة نتاع العدلية نتاع بورت حلق الواد، قال لي علاش؟ فقط هذاك هو اللي قال. نعرف الظروف صعيبة، متيقرة، مخنوقة، ظاهرة، مكتئبة، كارهة الدنيا، كارهة العيشة اللي عايشتها، خايفة من المشاكل، ماذا بيك تعيش ولدك. ولادي أما قاعدة تضحي بحياتك مرة. عندي ولادي زوز تو واللي جبته تو. ربي يفضله لك وربي يلم شاملكم الكل، خاطر نعرف اللي انت ولدك الاخر عندك برشا ما ريتوش. منين كيفاش باش تعيشهم الصغار هذوما اليوم؟ كيفاش باش توكلهم؟ منين باش تجيب؟ انت بيدك منين؟ ربي ما مسكر باب اللي ما يحل 10. توا كيفاش عايشه؟ قاعده تخدم؟ وين عايشه؟ شنو عامله في حياتك؟ عايشه في سونتر انا تو مركز ايواء. كنت تعاود تلقى فرصه اخرى نتاع حرقه كما جوج الزوز هذوكم نعاود 1000 مرة وشوي. ما عادش خم فيها الحرقة تو. عندي زوج صغار يزي اللي ريتو. عندك حق تحب تعيش لأولادك، تحب تربي أولادك، تحب تعيشهم كيما نديدهم، تحب تلقى حتى كيفاش توكلهم. أما إنه تعاود تخاطر بحياتك راه ماهوش حل. شوف في أمل قدامك في تونس؟ نجم تتبدل الوضعية؟ نشوف فيها أنا تو ماهيش باش تبدل حتى شيء، تقعد تونس هي حياتك أنت. حياتي منيش فيها حياتي، عشتي بحياة ولادي كهو، ما عاد يهمني في حتى شيء، ولادي كهو. انت اليوم مستحقة باش تخدم، مستحقة باش تلقى وين تعيش أولادك، مستحقة كيفاه تعيش. احنا حاسين بيك وفاهمين الوضعية اللي انت فيها، ونعرف الظروف الصعيبة اللي انت بالذات عايشتها. سعيمات مرأة عندها طموح وحيد، عندها أمل وحيد، اللي هي تعيش الولاد، اللي هي تعيش ولادها. كنت تسمع في حكايتها، كنت تتصور اللي مرأة تنجم تعدي هذا الكل؟
بالنسبة لي أنا مخنوق معناها. تعرف معناها مخنوق. المرأة دي عملته الكل كي جات رجعت لتونس، في عود يعملوا لها إحاطة اجتماعية، يعود يقولوا علاش هذه عملت هكايا، يعود يسلموها مجرم ويحاكموها على القضاء. وقت اللي وتثبت وتهانت وتضربت، وقت اللي هما متسبين في اللي هي فيها. لو كان رقات، نعاود اسمعني، خلينا من الكلام الخشبي وكذا وكذا، خلينا نحطوا كل شيء في اطاره باش نصلح. راهو كان باش نقعدوا نحكيو من الفوق وما نحطوش الداء، ماهوش باش يتصلح شيء. صحيح. المراه ذي هربت من السياسيون اللي في تونس، والسياسيون اللي في تونس مسؤول عليها الدول، مسؤول عليها الحكومات. اذا المراه ذي موش باش يحاولوا يراجعوا امورهم ويزينا من كلمه حارق وحط في الحبس، ونقولوا لا نتحملوا مسؤولياتنا وليداتنا خلوهم عنا، ونعملوا حاجه باش نخليهم يقعدوا عنا، راهو شيء ما يتصلح. عملوا لك محاكمه كي مشيت لبوشوشه، تعديت على المحكمه. اي تعديت على المحكمه وفي النهايه سالوك علاش حرقت، حاولوا يفهموك، حاولوا يعاونوك. يسألك سؤال برك القاضي، اي علاش حرقت؟ علاش حبيت اجتياز حدود؟ قلت له على خاطر نحب نعيش ولادي، ما نجمتش نجبد الكا على خاطر محاكمه، ما نجمتش نجبد الكا نتاعي. قلت له حبيت نعيش ولادي كا ونحب نمشي نبني لهم مستقبل. يسألك سؤال، مازلت باش تعاود تحرق؟ نقول له اي ولا. واش قلت له؟ قلت له اي مازلت، خطيه 50,000 براوح فقط. ما سألكش منين باش تنجم تجيب حق الخطيه اللي فرضها عليك؟ كان جيت النجم علاش حارق؟ حاجه اخرى، هذا الجانب التونسي. الجانب الاوروبي، انتم تعرفوا الاوروبي لما يجي لتونس شو الامتيازات اللي عنده، انت تعرف. اما لكن المراه هذه في اوروبا في عود يعطوها فرصه صحيح تخدم، يقصيوها. هذه المفارقات. ولات عندنا كتابه الدوله للهجره يلزمها تركز على هدايا. اذا ماهيش باش تركز على هدايا وتحاول تحمي الناس الموجود في اوروبا، راهو اوروبا ما تبدل عقلياتها الا ما الدول الاخرين يتكلموا بالند. من يزوج دبابات راهو باش نحاربوا بهم، لكن فما سياسات، فما احترام. راهو يلزمنا نوصلوا ان شاء الله الهدايا تو يتنحى كل الناس نسمعوا فيه. اوروبا تحترم روحها، اوروبا تبدل نظريتها لنا. تونس كيف انا ما نتمنى حتى هي تونس ما عملت خارج جريمه، تونس. هي حاولت جوست تخدم، حاولت تلقى منين تعيش صغارها. السياسات جربوها، ما عندكش الحق تحلم. خلينا نحكيو، راهو يلزمنا نقعدوا نحكيو في البلاتوات المآسي هذويا، وانت باش تحكي يجي نمشيو وين الدول. نحاولوا نلقاو حلول. احنا علاش كلمنا اليوم؟ الحلول راهو اللي نقول لك فيه، مش معناه هنا راني كمال لله، معناه ما هذا اللي نعرفه خاطر ولد حومه عربي. راهو اذا ما ندرسوش الحاله ونقولوا نحن سياساتنا هزتنا لهذا، واوروبا تقول هذه سياساتنا نعملوا بها في العرب، شيء ما هو باش يتبدل. ما تنجمش ما يتبدل شيء. سلم اجتماعي في تونس يعطيو الاوروبيين يغزلوا له. هاني قلت لك انت هالتلفزه لهنا لو كان تحب تمشي تسجل في اوروبا ما تنجموش. وقت اللي هما تشوف في تونس الجمعيات المنظمات، علاه مانيش عباد نحن، يلزم الحديث بالند مع اوروبا. اوروبا راهي مستعده تحكي معنا، واحد ما ينكرش، لكن ما فماش ناس عندها الجرأه باش تتكلم وتضرب على الطاوله. سي مهدي، نعم، شفتك تأثرت، سمعت الحكاية؟ أثرت بالحال، فما جانب إنساني كل واحد يتأثر منه، ولكن أيضا دائما أنا أقول لي سونتيمنتاليزم برشا راهم ما يعطيناش حلول. صحيح. التعاطف الإنساني هذه حالة لابد أن نقر بها، أنه ولكن ما وراء التعاطف في الحلول شنو نجموا، كيفاش نجموا نلقاو حلول؟ أولا الناس أعتقد أنه خاطر كيف البنية هذه فما يظهر لي أكثر آلاف وآلاف اللي عندهم نفس الهجس، عندهم نفس الظروف. النسبة الإحصائية لا تتجاوز تقريبا 2%. باش نقول لك 2% الفيمينيزاسيون دو لا ميغراسيون كلوندستين، معناها نسوانة أو تأنيث الظاهرة مازال إلى حد الآن في تونس ما خذاش بعد كبير ياسر، عكس بعض الدول مثل المغرب الأقصى والأشقائنا الأفارقة عندهم ظاهرة التأنيث الواحد. ولكن احنا في تونس نسبيا
نسبيا، نظرا لمكاسب المرأة، نظرا لاندماجها، نظرا للتعليم كذا كذا. هذا خفف برشا من ولكن هناك طبعا يعني مئات الحالات من النساء، وسجلنا حتى بعد الثورة يعني الأطفال اللي احنا في تونس ظاهرة الهجرة السرية يعرفوا المجتمع المدني والمختصين أن ما عندناش لا ميغراسيون دي مينور، الأولاد الصغار ما يهاجروش، ولكن بعد الثورة سجلنا أكثر موجودة. وما عندناش أيضا ظاهرة بعد 60 سنة وبدينا نسجلوا. فثلاثة وافدين للهجرة السرية اللي هم النساء والأطفال والشيوخ. هذه ظاهرة جديدة. في حكاية السيدة يعني حكاية مركبة جدا، فيه فقر وخصاصة، وهذا تقريبا لدى جل المهاجرين، لكن فيه تفكك أسري. علاش؟ لأنه الأسرة عادة تشد ولادها كما كانت تحكي السيدة، وإلا هذوما يعني العائلة بصفة عامة هي معناها الحماية والشد، الشدك لبلادك ويخليك تقبل وتتنازل. هي أمك، هي أبوك، العائلة دورها تعاونك وتحميك. التفكك الأسري بالعكس يولي ان فاكتور معناها ريبولسيف، يولي عامل خاطر كنحب نهرب مشجع من زوجي اللي يحب يدزها للإرهاب أو كذا، من وسط عائلي عنده عليها صورة سيئة كذا كذا. هذه كل عوامل دفعت. فالحكاية حكاية مرة، ولكن في جزء كبير من الألم، مش الألم لأنه هيك تسمع كل قسم، وقت الإنسان يتنكر ذاته، وقت هو يتنكر معناها هي معناها نورمالمون تفتخر بأنوثتها وتقول أنا امرأة، فأصبحت معناها تغيير ظروف لذتها باش تخبي حقيقتها، ظروف لذتها باش تخلي صغيرها اللي عمره 8 شهور وتسافر، باش تخلي الراجل اللي حب يستغلها، باش تخلي الام اللي مريضه واللي مستحقتها. هذه الظروف الكل، الظروف والاسباب الكل نعرفوها ومتقاربه بين الناس، لكن اعطينا الحلول وين نجموا نوصلوا. انا اعتقد انا مش انا يعني من وجهه النظر نتاعك نعطيك مقترحات من السياسات الاجتماعية. دور الدولة أنها تعطي حلول للشباب. أنا أعتقد أنه أولا علينا أن نضيف، وهذا مهم جدا، هذا الدور الإعلامي اليوم، علينا أن نضيف أنه هؤلاء كلهم ضحايا، ولكن كل واحد يتحمل قسط من المسؤولية. كما قال صديقي أنه اعتبارهم ضحايا وعدم تحمل المسؤولية المطلقة هذا بالعكس يشجع أكثر. لا فيكتيمايزاسيون معناه مهم جدا، ولكن دائما نتحمل المسؤولية الفردية، مسؤولية العائلة، مسؤولية كذا كذا. علينا أن نتفطن وين ولدي بدأ يفكر في الهجرة، خلطة ولدي مع شكون قاعد. هذا أيضا علينا أن نتحمل جزء من المسؤولية تتحملها السياسات الاجتماعية للدولة ومنوال التنمية كهذا، ولكن علينا أن نقول أننا كعائلات، أننا كأصدقاء، أننا كأبناء حي، أننا كمدرسة نتحمل جزء من المسؤولية، وهو لا يمكن في اعتقادي يعني إعفاء الناس من شيء ولو 1% من المسؤولية. علينا أن نستحضر المسؤولية المقترحات. أنا أعتقد أنك تعطي الأبناء بلادك مشروع دي بروجي دو في. أنا نحب نعيش في بلادي، هاو قال لك هاي قالت نحب نعيش في بلادي بأي شكل تعيش، باش تعيش في أي اكزاكتومون يلزمك تعطي دي بروجي دو في من خلال ثلاثة. ما الذي يعطي مشروع حياة في أوطاننا؟ المسألة الأولى هي العمل. أهم باب تولج به حياتك في بلادك هو العمل. وعلينا احنا إذن أن نوفر جزء مهم جدا من ميزانية الدولة، النقص من المطلبية متاع الزيادة في الأجور وكذا كذا كذا، وتولي سياساتنا الاجتماعية موجهة نحو التشغيل، وأساسا تشغيل الشباب. سياسات التغطية الاجتماعي والدفاع الاجتماعي، مش فقط هذه مراكز الدفاع الاجتماعي اللي يسموهم مراكز الدفاع. واعتقد انه فما زوز مراكز مهمين جدا. اساسا فما مركز انا زرته في دوار هيشر المهم حتى لا اسمي اطفال صغار دونك في حي بوستة في هناك عندنا برشا شباب عندنا برشا مراكز الدفاع الاجتماعي. انا زرت وقمت عده دراسات للاسف تعيد انتاج الانحراف وتعيد انتاج كذا كذا. وعلينا مركز الدفاع الاجتماعي دوره
انه يعطي مشاريع، مش فقط يستقبل الناس ويعطيهم الحد الادنى من لا، يمكنهم من التمكين، الامباورمنت، يعطيهم فرص للتشغيل، ربط بالمؤسسات. هذا المساله الثانيه الكرامه، الباب الثاني باش تعطي مشروع حياه الكرامه. والجزء الثالث هو الكثير من العاطفه والحب. بلادك ايضا لازم تحس انها تحبك، عائلتك تحبك، حومتك تحبك، وهذا يدور العاطفه والحب ينجموا يعوضوك شويه، ما ينجموش يوكلوا. اي رايش ان جران فيلوزوف يقول لامور لو ترافاي اي لا كونيسونس سون لو تروا سورس دو لا في. دونك هذا رايش اهم فيلسوف وعالم نفس الماني. فبالمعرفه والحب والعمل والعلم نعطي شبابنا مشاريع حياه، ونغلق باب المغامرات القاتله اللي ان شاء الله ربي يفكنا منهم ويبعدنا على المغامرات القاتله الهجره السريه. امين امين يا ربي. فقر، تهميش، ظروف صعيبه، هذا الكل قاعد يعيشوا شبابنا. الشيء اللي يخليه قاعد يهرب كل يوم للحرقه، قاعد يلوح روحه في البحر، شوف يوصل شوف ما يوصلش. شفنا الام اللي محروقه على ولدها، اللي لليوم تتمنى تسمع خبر يطمن لها قليبها. شفنا شاب اللي جرب مرة واثنين وثلاثة، ولولا لقى طريق الهجرة مؤكدة راهو عاود لوح روحه مرة أخرى في البحر. مرأة استغنيت عن أنوثتها، خليت رجلها، خليت صغيرها اللي عمره 7 شهور، وسلمت في الدنيا الكل، وهربة من الظروف الصعيبة اللي عايشتها باش توصل كما أي امرأة تحلم باش تعيش عيشة مرتاحة، باش تكون روحها وباش تنجم توكل الصغار اللي عايشين معاه. بعد الفاصل ميزانا باش نرجعوا نحكيو، ميزانا باش نحاولوا نلقاو حلول باش نجموا نعاونوا الشباب، باش نجموا ننصحوهم اللي راو الهجرة عمرها ما كانت الحل، راو تلوح روحك في البحر عمره ما كان الحل. أوروبا ماهيش الجنة، صحيح تونس فيها برشا آلام، فيها برشا جوع، برشا فقر، لكن الأكيد اللي نقولوا ديما ونرجعوا ونأكدوا راهو ما يدوم حال. بعد الفاصل باش يكون حاضر معنا ضيف عزيز علينا، اختار اليوم باش يحكي مع ضيوفنا ويعطيهم لمحة أمل ويعاونهم إنهم يتغلبوا على الظروف الصعيبة اللي عايشينها. بعد الفاصل نرجعوا نكملوا نحكي ونكملوا النقاش، حوارنا مازال متواصل. خليكم تو تكتشفوا ضيف الليلة في ما يدوم حال.